متابعي سوشيال ميديا الأهرام، أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من بودكاست حديث الأهرام. ضيفنا النهاردة نجم كبير من أقرب الناس لقلوبنا. أول ما بيظهر على الشاشة بتحس إن أنت قاعد مع حد من صحابك القريبين. رحلة نجاح طويلة وكواليس هنتعرف عليها لأول مرة. شرفني النهاردة النجم الكبير الفنان شريف منير. هاي شريف. اهلا سالي، ازيك؟ ازيك؟ الحمد لله تمام. الاول بقى طبعا لازم اقول لك ان انت مشرفنا في جريده الاهرام. ده شرف كبير بجد، ليا. وشفت السعاده بتاعت الناس كلها بوجودك معانا هنا من اول الامن تحت من الحقيقة. اول الامن بالظبط. اول ما عرفوا ان انت هتشرفنا النهارده، مع انه انا يعني دي تاني مره اجي في خلال مثلا 10 ايام دول، لان انا جيت قبل كده من حوالي 10 ايام في بوابه الاهرام الندوه. في الندوه ودي طبعا ده لقاء كان فيه اتفاق بينا من زمان ان احنا نعمله يعني حقيقي. وعلى فكره ان اول مره في حياتي اعمل بودكاست. انا ما عملتش بودكاست ابدا قبل كده يعني. طب كويس، يا رب بقى كده تبقى حلقة جميلة زي صاحبها ان شاء الله، وتفتح لنا قلبك ونتكلم مع بعض. وأول حاجة أبارك لك على المسلسل القوي الجميل المهم جدا رأس الأفعى. الأول أنا عايزة أعرف، أنت ده حاجة عودة بعد غياب يا شريف، صح؟ ليه الغياب ده كان سببه إيه؟ بصي، هو ما كانش غياب طويل يعني. انا من سنتين كان ليا مسلسل في رمضان اللي قبل اللي فات اسمه بقينا اتنين، انا ورانيا يوسف. بالظبط، كمسلسل جميل. بس عشان احنا يمكن متعودين انه حتى اوف سيزون بنشوف شريف منير، وزي ما قلت احنا بنتبسط لما نشوفك على الشاشه وبنحس ان احنا قاعدين مع حد صاحبنا قريب منا. الحمد لله. هو على فكره المسلسل لما عملته برضو بتاع بقينا اتنين كان معمول اوف سيزون. والله. وبعدين حصلت ظروف بالنسبه للانتاج والتوزيع، والمتحده بتنظم المسلسلات، فهم شافوا اجزاء من المسلسل فقالوا لا ده ننزله في رمضان، وما كنتش عامل حسابي على انه يبقى في رمضان يعني. فده من سنتين. بعدها في حاجات جات لي بس ما كانتش يعني عجباني قوي، وكنت محتاج ان انا برضو اخد اجازة شوية، لاني كنت عندي مشروع تاني بجهزه، حبي الموسيقى بقى والمزيكا يعني. فكنت بكون فرقة او بستعيد افراد الفرقة، ان هم في وقت من الاوقات الموسيقيين كانوا كلهم راحوا بقى السعوديه وبيشتغلوا في السعوديه وبتاع، ما كنتش عارف الم فرقتي يعني. وبعدين ده معناه، سوري اني بقطعك، بس ده معناه ان انت عندك فرقه موسيقيه؟ عندي فرقه اسمها نوستالجيا وبنلعب وفي رمضان ده الغريب ان انا كنت فاكر ان رمضان ده هيبقى ما فيش شغل تقريبا للمزيكا. انا شفت يعني كل الحفلات بتاعتك في رمضان. عملت حوالي 10 حفلات في رمضان. بس ما كنتش متخيله ان هي دي فرقك. لا دي فرقتي. او دي فرقتك لا. ف انا بقالي بقى فتره بعيد عن سينرجي. بقالي حوالي 6 سنين ما اشتغلتش مع سينرجي. من اخر عمل عملته معاهم كان يمكن كان الصفعه، هو بيتعرض الفتره دي متهيألي، وكنت بلعب دور ضابط في الموساد، خاين للمره الثانيه بعد ولاد العم. ولاد العم دور جميل برضو، من اكتر الادوار اللي بحبها. هو فيلم طبعا عظيم يعني جدا. وبالمناسبه برضو يمكن ما حدش يعرف الموضوع ده غيرك دلوقتي، انه في حاجتين هقولهم ما حدش لسه يعرفهم، وهم مجرد بس ايه اخبار جات لي. اوكي. انه في دلوقتي تفكير بشكل ايجابي ان نعمل ولاد العم الجزء الثاني. هايل. وفي برضو اخبار كده جايالي لطلب على مستوى الوطن العربي كله، الزيبق الجزء الثاني. هايل. لان انا نفسي العب الزيبق يعني الجزء الثاني بتاعه، لانه كان مسلسل من المسلسلات المخابراتيه القويه جدا يعني. جدا طبعا. ونجح نجاح جامد جدا طبعا بوجود كريم عبد العزيز البطل العظيم يعني. فدي حاجات في التحضير مشاريع والمناقشات. واولاد العم هيبقى برضو كريم عبد العزيز. اكيد. اوكي. اكيد يعني. في يعني محاوله لتحضير الموضوع ده يعني، وفي كلام نيغوشيشن في الموضوع ده.
فكان سينرجي بقى لي 6 سنين تقريبا ما كنتش اشتغلت معاهم. وبعدين لقيت تامر مرسي بيكلمني وبيقول لي عايزك ضروري. فانا طبعا يعني تامر انا بحبه جدا لانه كانت بدايتنا مع بعض. كان اول حاجه عملناها قلب ميت. وده كان في بدايه يمكن تاني عمل بدات تعمله سينرجي كمسلسل درامي. والحقيقه المسلسل عمل نجاح قوي جدا جدا, جدا طبعا. وبعدين بعديها عملنا بعد كده حاجه اسمها بره الدنيا، وبعدها عملنا الصفعه. بعد كده بقى ايه حصلت ظروف توقفنا شويه. يعني لو في 6 سنين عملت 3 اعمال وده العمل الرابع يبقى طبعا كتير. لا ده كويس جدا. تعاون كبير. فلما رحت له لقيته بيكلمني في رأس الافعى. طبعا كانت مفاجاه ليا يعني. يعني قلت له 5-6 سنين بقالنا ما بنقعدش مع بعض، بعت لي انت في حاجه تقيله قوي قوي كبيره يعني. وما كانش لسه اتكتب الحلقات يعني. كانت الملخص بتاع المسلسل كان اتكتب وان احنا هنبتدي نكتبه، بس احنا عايزين نحط الكاست بتاع اللي هو اول حد في المسلسل مين هو. محمود عز. فيعني حصل اجماع على انه اكون انا. فقلت له سيب لي بس يوم افكر. خدت اراء بعض الناس المقربين ليا في الموضوع وكله شجع ان انا اعمله يعني. الحقيقه كنت متردد يا شريف؟ متردد في ان انا يعني كنت بفكر في ان انا عملت يعني الزيبق كان راجل مسؤول الخدمه السريه في المخابرات العامه، وقبلها كنت عامل ولاد العم. فده نوع تاني خالص انا ما فكرتش فيه بصراحه يعني. فكنت لازم افكر. كنت بفكر من حيث الشكل كمان. فقلت له طب انت شايف ان الشكل ممكن؟ قال لي مش في حاجه اسمها مكياج، هنشتغل بقى على المكياج يعني. وفعلا تاني يوم رديت عليه قلت له موافق. وقعدنا شويه كده في جاب كده شويه، وبعدين بدات اتفق مع المكير فخراني واحمد مصطفى واسلام. دول كان ليهم فضل كبير جدا جدا في نجاح الشخصيه يعني. لو ما كانش المكياج اتعمل بالجوده دي ما اعتقدش انه كان ممكن يعني يبقى بيلاقي النجاح ده يعني. انا مفروض اديت كممثل الحمد لله جدا. هنتكلم عن الموضوع ده، بس المكياج كمان احنا كنا كان بطل كبير، بطل اساسي جدا. انا لدرجه ان انا فكرت قلت هو ده شريف منير، هو ده شعره، هو ده يعني اكنه حقيقي الشخص يعني في ناس شافوا الافيشات في الشارع، ففي ناس كلموني قالوا لي احنا دورنا عليك في الافيش مش لاقيينك، انت مش حاطينك. قلت لهم لا انا قاعد في اول الافيش، في اول الافيش حقيقي. فطبعا في ناس ما عرفتش ان انا وده شيء اسعدني يعني الحقيقه. فبدانا نعمل جلسات محاولات للمكياج الشكل هنوصل له. جبنا الصور وجبنا داتا عن الشخصيه وبدانا نشتغل عليها. عملنا محاولات بقى كذا محاوله لمده 8 جلسات او 10 جلسات لغايه ما وصلنا للشكل النهائي. ده بالنسبه للمكياج وللشكل. الشخصيه بقى التقمص ده وخصوصا انها شخصيه مش تاريخيه، دي شخصيه شفناها وعارفينها مش قوي بس عرفناها طبعا اكتر من خلالك. بس ازاي تقمصت انت غلبت او احترت في انك تشوف له حاجات كتير؟ شويه طبعا لانه هو ما كانش بيظهر كتير. وبعدين كان عندي بقى مشكله تانية انه الشخصيه بنشوفها في صور فوتوغرافيه يعني مش متحركه. ما اعرفش بيتحرك ازاي، بادي لانجوج ايه هو، بيتعامل ازاي. فبدات انا اعمل خيال لنفسي انه بما ان شكله كده وسنه كده وتاريخه ده اللي انا قدرت اوصل لجهات اقدر اتعامل اعرف منها شخصيته ايه. وطبعا في مفاجآت كانت بالنسبه لي انه يعني لما نبص عليه في الصور نلاقي كل مثلا الجماعه متصوره هو قاعد في الطرف، عمره بيقعد في النص كده. اغلب الصور تلاقيه في الطرف خالص مهمش كده. بس اتضح انه هو
هو اللي بيحرك كل الناس اللي موجوده دي. وتاريخه قوي يعني. واحد من هو عنده 9 سنين دخل اشبال الجماعه وبعدين دخل كليه طب ودرس، دخل قسم تحاليل طبيه، وبعدين سنه 65 اتمسك في مظاهرات، وبعدين لما اتسجن مع سيد قطب وبقى معاه في زنزانه واحده، فشرب منه افكاره وعجبته افكاره، وبدأ الموضوع بقى بيكبر جواه لغايه ما وصلنا اللي احنا فيه يعني. فطبعا ده كان كل ده كان جوايا. لما بدأنا نشتغل بقى على الشخصيه، اول ما عملت الميك اب وقعدت بصيت على نفسي شويه في المرايه كتير، بدأت اخش في الحاله وحسب بقى المشاهد بقى. بس كان في ايقاع معين جوايا بشتغل، وده اللي على فكره ساعدني في موضوع الايقاع ده. لعب درامز. الدرامز فيه ايقاع سريع وبطيء وفي سكتات فده بشكل لا ارادي بيبقى جوه البني ادم اللي بيلعب ايقاع، بيبقى عارف امتى هيتكلم ببطء، بالنظره امتى. طبعا يعني انا مش عايز ابقى بلغي كتير برضه. لا خالص، انا سايبك. انا عايز اسال بس، انت تعاطفت معاه؟ تعاطفت مع مين؟ مش تعاطفت معاه كارهابي بس لما تكون. لا انا توحدت معاه. يعني انا خلاص لما بدات اذاكر الشخصيه، فانا هسيب شريف بقى المصري الوطني اللي بيحب بلده الكلام ده، وعندي منهج بتاع الشخصيه دي بتتعامل من خلالها. فلازم ابقى بفكر في بعض الحاجات بقى اللي انا بقى عندي بقى جزء محير بالنسبه لي، وكنت خدت فيه قرار. في فرق بين التقمص وفي فرق بين التقليد. فانا قررت اخد الحاجات الواضحه قوي في شخصيته، نظرته. هو دايما كان عنده نظره فيها مكر كده، يعني يبص من تحت كده جدا. والمكر مع الجماعه في الاول غير المكر برضو وقت التحقيق مع طبعا المراوغه في التحقيق دي كانت النظره مختلفه. الاثنين نظرات ماكره، بس دي نظره ماكره بشكل ازاي عملت كده؟ مش عارف، انا ما اعرفش عملت كده. يعني انا الحقيقه اولا هو كمان كشخصيه هو ما كانش بيثق في حد حتى من اللي حواليه. يعني هو لما بدا حياته في شبابه اتدرب على ايدين جهات مخابراتيه في بريطانيا، فهو يعني درس حاجه اغلب قيادات الجماعه ما تعرفهاش. هو كان ليه سكه لوحده، ودايما بيخلي الافراد ما تعرفش حاجه عن بعض بسبب عدم امانه للي حواليه. ايمانه بالعنف، انه اللي بره الجماعه ده ما ينفعش يبقى موجود. فانا قلت ايه في التقمص من خلال النص بقى ومن خلال المعطيات اللي عندي، خلاص حطيت نفسي في الحاله. انما مش هاخد تون الصوت عشان ما يبقاش تقليد. هفضل بصوتي انا. نظراته هبقى باخدها، ايقاع حركته، مشاوراته، خدت بعض الاشياء منه. هو دايما كان لما يحب يفكر يبص لفوق ويتكلم. دايما لما حد يكلمه في حاجه يبص له يشوفه ايه، تفكر في ايه. فالحاجات دي مع بعضها بدات تمشي لوحدها بالدفع الذاتي بقى. خلاص بقيت. والناس اللي كانت بقى ورا الكاميرا الحقيقه كانت بتساعدني جدا جدا. يعني اول ما بخش اللوكيشن، من قبل ما اخش وانا في الكرفان وبعمل الميك اب، واول ما بقوم باخد بقى شكل الجسم، الوضع اللي هو المحني شويه، محني بقى، واتحرك ببطء وبهدوء، وبروح لغايه اللوكيشن اللي هصور فيه بالايقاع بتاعي. عملت له في وقت من الاوقات بيجي له توترات، فايدي تترعش شويه وممكن يمسك نفسه شويه. لما حد بيكلمه في حاجه او بيدي توجيهات، ليه اداء معين في موضوع التوجيهات.
دايما عنده بيختبر اللي قصاده، ما بيشيلش تليفون ابدا، ما عندوش حاجه اسمها تليفون يمسكه، ولا جهاز لابتوب ولا كلام من ده، علشان هو طبعا عشان ما يحصلش تتبع ليه. تتبع ليه وهي الحقيقه فضل من 2013 ل 2020 ما حدش عارف هو فين. وكان بيدي انطباع ان هو تركيا، في لندن، في قطر، في كده. انما هو كان في مصر طول الوقت. احنا هنتكلم عن اهميه العمل ده استاذ شريف، بس انا عايزه اسالك على حاجه. مننا لسه بنتكلم عن التقمص. التقمص ده في ناس لما بيتقمصوا شخصيات او بيعملوا دور وبيعيشوا الدور قوي، انت بتقول قبل ما بتخش بتطلع عليهم وبتمشي وبتلبس الشخصيه وبتحس ان انت الشخصيه بقت جواك. بعد العمل بقى بتحس ان انت لسه عندك التقمص ده بيفضل معاك؟ يعني بصي، اصل هي مدارس. يعني مثلا الاستاذ احمد زكي الله يرحمه كان من المدرسه دي. كان تقمص. دايما بره التصوير زي جوه التصوير، يفضل حقيقي عايش في الشخصيه، ودي بتاثر عليه نفسيا طبعا، وبتجهده وبتتعبه لانه ما بيبقاش هو طبعا. لا انا يعني ايه، وانا رايح اللوكيشن وداخل او بطلع الكرفان عندي بقى ببدا افكر انا هعمل ايه في مشاهد النهارده، فببدا اشوفها اراجعها، ببقى ذاكرتها في البيت بس بقعد اراجعها مع نفسي، فابدا اخش في الحاله. ويمكن تبقى مأثره عليا شويه بعد ما بخلص تصوير واروح، بس ما بتقعدش معايا كتير يعني، عشان ببقى خايف على نفسي. طبعا. بتطلع منها ازاي بقى؟ مفيش، ببدا اتعامل بقى بايقاع، انبه نفسي ان ايقاعي ما يبقاش بنفس الايقاع، ابقى فارد جسمي، ابقى بتحرك بايقاعي انا، ابدا اتعامل انا. يعني ما اقدرش اعيشها طول الوقت كده، اتعب. طبعا. اهميه عمل زي ده يا شريف، واهميه دورك ان الناس، حتى احنا مش هقول الشباب اللي هم ما عاشوش الفتره دي قوي، بس حتى احنا في ناس نسيت وفي ناس ما تعرفش التفاصيل دي. يعني هو طبعا مسلسل تناول احداث احنا ما كناش لسه مش سامعين عنها قوي، يعني زي احداث يونيو 2025 احنا انا كنت اول مره الحقيقه اعرفها. هو بصي يعني ايه، في مشكله بتبقى عندنا، وده بتقوم بيه السوشيال ميديا والجهات المعنيه، ان هي بتفكر الناس دايما. يعني هو لازم يبقى من فتره للتانيه او كل سنه لازم يبقى في عمل مهم قوي بيفكر الناس ايه اللي حصل في الفتره دي. وخصوصا انه لما الاحداث دي حصلت كان في جيل ما بين 5 سنين و10 سنين، فيبقى فاكر يا دوبك خيالات في دماغه. لما عدى ال 13 سنه ولا 14 سنه دول بقى عندهم 24 و25 سنه، فلازم يفتكروا الاحداث دي لما حصلت هم شافوا حاجه شبه كده. حتى كبار نسيوا. احنا عشنا المرحله دي وكنا تعبانين، ودلوقتي في ناس كتير ناسيه. ليه بقى نسيوا؟ ليه؟ عشان عايشين في لانه الدنيا هديت بالظبط. يعني هم طول ما احنا كنا عايشين في التوتر، وطول ما احنا كنا عايشين في عبوات ناسفه وانفجارات في حتت واطفال بتموت وعائلات بتتدمر، ومش عارفين احنا رايحين على فين. ما كناش عارفين، لا كنا حاسين ان احنا رايحين في ضلمه بالظبط، مجهول. وظهور طيارات مختلفه وتحركتهم جوه الشارع كانت فيها جرأة جدا، وان هم خلاص تسيدوا الموقف حقيقي. وده المشكله اللي هم وقعوا فيها على فكره، انه احساسهم بذاتهم طمأنينة لا مش طمأنينة بس، يعني سيطرتهم والغرور نساهم انه ممكن يحصل ان الشعب المصري ده لما يتلم محدش بيقدر يقف قصاده. حقيقي. يعني الناس اللي نزلت في 25 يناير اغلبها هي الناس اللي نزلت 30 يونيو. حقيقي طبعا. وهي الناس اللي قالت لا احنا نزلنا بس ما كناش عارفين كده، لا احنا ما اتفقناش على كده. صح. لان هم حصل مغالاة في التعاملات. حقيقي. وفي سقف الطلبات عالي،
حقيقي. وناس قالت احنا مش هنترشح للرئاسه، ولقيناهم على طول الكلام اتغير. محاولات للسيطره على مفاصل الدوله، فبدات الناس تحس ان هي رايحه في داهيه. حقيقي. فالناس تنبهت، وبقى حركه تمرد، واللي حصل بقى اللي احنا فاكرينه ده، او الامضاء والامضاءات والتوقيعات دي كانت حاجات وفي ناس جميله. ده في ناس كانت بتخاف تمضي، يعني كانت في برضه وصلت لمرحله الناس يقول لك امضي تمرد ولا ممكن يحصل لي حاجه. وفتره التخوين، كان في فتره حصل ان احنا كنا بنخاون بعض. انا بتكلم معاكي مش عارف انت ايه وراكي ايه. لا احنا والله فتره التوقيع دي. فده عشان بس نرجع للي كنا بنقوله. لما الدنيا هديت بقى وحصلت السيطره من الدوله عن طريق الشعب، يعني مش سيطره من الدوله بس، يعني الشعب نزل قال لا مش عايزين. فالجيش والشرطه ورا الشعب. وكان ساعتها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبلها لما كان وزير دفاع قال له يعني انتخابات رئاسيه مبكره واحنا وراك، لما الشعب هيقول احنا عايزينك احنا معاك. بالظبط. خلاص يعني. فالشعب فالجهات اللي هي المسؤوله عن حمايه الدوله لقوا الشعب مش عايز، بقوا ورا الشعب. خلاص الموضوع انتهى. فلما حصل الدنيا هديت بقى، بدات الناس بقى تمشي، وبعدين بدات تعترض بقى على اللي بيحصل بقى، ان هو مش عاجبهم اللي بيحصل. وفي حاجات طبعا احنا بنعاني دلوقتي من بعض الحاجات طبعا، اكيد طبعا ازمه اقتصاديه وغلاء اسعار وكده. بس يعني في دول وقعت مش هتقوم تاني. حقيقي. الدول دي الناس اللي فيها بتقول ادونا مكانكم بغلو اسعاركم وسيبونا نعيش. حقيقي. وتعالوا خدوا بلادنا. حقيقي. بس يعني انا بشوف ان الغلاء ده في كل دول العالم، ده في كل يعني ده امريكا، حتى البلاد يعني اللي جنبنا برضو غاليه جدا، يعني مفيش ان حد فينا يقدر يروح يعيش هناك يوم واحد. يعني احنا شايفين اللي بيحصل دلوقتي في الخليج، وفي بلاد تعبت دلوقتي، وكانت كانت بلاد بيضرب بيها المثل. يعني دبي بلد سياحي عظيم، وكان في وزاره سعاده وفي انا يعني بقيت ساعات بفكر اقول الناس دي حسدت نفسها. احنا حسدناهم بالظبط. والله بس هم يرجعوا ان شاء الله. لا ان شاء الله. لا احنا يا رب نتمنى لهم. احنا هنفضل كلنا ايد واحده، وكلنا اكيد بينا وبين بعضينا محبه. اكيد. ولازم نفتكر بقى حاجه نسيوها الناس. احنا اكتشفنا في وقت من الاوقات ان في لجان الكترونيه من بره، في اندونيسيا، في هونج كونج، طبعا في حتت بعيد، بيقدروا يخشوا على اكونتات بتاعت ناس في مصر ويتكلموا بلسانهم، ويقوموا يشتموا في السعوديه ويشتموا في الامارات. فبيوقعوا. فلازم ما ننساش الحكايه دي، انه ما فيش حد بيقول الكلام ده في ناس من بره هي اللي بتقول عن لساننا، وبيقدروا يخشوا. طبعا موضوع الاي اي بقى اللي ظهر ده، ما بقيتيش عارفه الحقيقه من حقيقي كتير كتير طبعا. فاحنا لازم نبقى نفتكر دايما الحمد لله اللي احنا فيه قوي. الحمد لله، ربنا يديمها نعمه. امين. شريف، قول لي ايه تاني لو رجعنا للدور، سؤال اخير كده، ايه كانت اصعب حاجه واجهتك بقى في الدور؟ هو التقمص، ولا انك انت تدور، ولا مشاهد معينه كانت تعبتك؟ يعني بصي، اكتر حاجه حضراني دلوقتي كان في اثناء العمل، كان في مشاهد تقيله صعبه، فكانت عايزه حفظ كويس وعايزه تمكن، وانا يعني خدت مني جهد. انما مشهد القبض عليا ومشهد التحقيق، الصعوبه في المشاهد دي انها ما اتعملتش ورا بعض. يعني مشهد القبض عليا ده، انا كنت في المكتب، بعدين الناس دخلت في الاول في خباثه، فتحوا البيبان، وبعدين دخلوا جوه المكتب وانا مش سامع، وبعدين دخل الاثنين الضباط امير كرارة وغزي لغايه ما لقيتهم فجاه قدامي. ده تسلسل، دول ما تعملوش ورا بعض. لما دخلوا عليا خدوني، لما كسر القلم وخدني وخرجنا بره العماره. اول حاجه صورناها خرجنا بره العماره، ما صورناش اللي جوه. فكان لازم اعرف ايه اللي هيحصل جوه
علشان اخد من الحاله اللي جوه اكمل بيها بره. حقيقي فهو ده كان صعب. طبعا. وبعدين طب بعد ما سوري عملنا هوقفك هنا، اتفضل. معلش بقطع التسلسل. ليه الحاجات دي ما بتحصلش ورا بعضها اذا كان ده بيفيد العمل، بيفيد الممثل؟ بتبقى على حسب الاماكن اللي جاهزه. يعني مثلا ممكن يكون جوه المكتب ديكوره مش جاهز دلوقتي، فناخد من بره الخروج بس لغايه ما اللي جوه يجهز. اللي جوه ده هيجهز بعد ايه 5 ايام. فانا صورت خروج، وبعد 5-6 ايام صورت الدخول في القبض عليا. فلازم يبقى فيه تناغم علشان تخرجي من جوه لبره بنفس الحاله. طبعا. ايقاع المشي ما يبقاش اسرع، ما يبقاش ابطا كده. وبعدين بعد ما حصل القبض عليا المفروض ان احنا ركبنا العربيه ومشينا في شوارع مصر. لما قال لي بص على البلد اللي كنت هتخربها، مشهد جميل لانك مش هتشوفها تاني. فكان كل الشغل بتاعي نظرات وصمت. المشهد ده اتعمل بعد القبض عليا والخروج من البيت باسبوع. فلازم تبقي محافظه على شكل المكياج، على الحاله، على النظره، على دي كانت فيها صعوبه. دخول بقى القطاع الامن الوطني عشان يتم معاه التحقيق ده برضو حصل بعدها بشويه. فكان كان صعب. دي كانت اصعب حاجه بالنسبه لي. لا كان حاجه من الحاجات الصعبه يعني جدا. طب بعيد عن التقمص بقى والشخصيات الصعبه والموساد والاخوان والارهاب والكلام ده، ايه اكتر شخصيه من كل الشخصيات اللي شريف منير عملها قريبه من شريف الحقيقي؟ مسلسل اجازه مفتوحه. الله. اللي عملته كان انا اسمك شريف. كان اسمي شريف صالح. ايوه. دي تقريبا شخصيتي الحقيقيه. انا في البيت كده لابس مرياله وواقف في المطبخ. تعرف تطبخ؟ بعرف اطبخ. تدي وصفات للناس؟ لا انا بخترع لوحدي من حيث التركيبه، التتبيله، شكل الاكله اللي بعملها ممكن اضيف لها ايه، اعمل لها ايه على حسب ما انا هبقى عايز حابب يعني. انا كده في البيت. انا مع شريف كمان كان حنين قوي مع اولاده. ما انا بقول لك اهو مع اولادي انا كده. يعني مهتم ومتدخل في حاجه بعملها على طول وبقولها برضو للاباء والامهات يعني، وخصوصا الاباء، انك طول ما انت ماشي في البيت لازم توزع حنان وعطف على اولادك بلا اسباب. يعني مثلا بنتي تبقى قاعده بتشتغل في حاجه، فانا اقوم نازل من اوضتي من فوق رايح لها واخدها في حضني وطبطب عليها كده وابوس دماغها وابوس ايديها. فتقول لي في حاجه يا بابا؟ يقول لها لا ولا حاجه، مفيش حاجه. دي جرعات حنان بتديها وعطف للاولاد بيحسوها وبتتربى جواهم جدا. يوم هم ده يطلعوا مع بقى في حياتهم بعد كده قدام. حقيقي. اما باجي اصحيهم من النوم لازم اقوم ادلكهم بقى وامطعهم وطقطقهم وكده. ممكن انزل اضرب لهم فطار عشان نفطر مع بعضينا وكده. الله. جميل. الاولاد كلهم عملت معاهم كده. جميل. فدي شخصيه قريبه مني جدا في حياتي الشخصيه يعني. شريف صالح في اجازه مفتوحه. لو رجعنا تاني لمسلسلات رمضان بقى، تابعت مسلسلات رمضان ولا ما كانش عندك وقت؟ طبعا ما كانش عندي وقت يعني. قلت بعد ما اخلص بقى ابدا امشي في الموضوع يعني شويه. وفي حاجات كمان سينما وبقالي فتره ما شفتهاش يعني. انا بدات في حكايه نرجس. ريهام عبد الغفور في تطور مذهل وواضح. ظهور حمزه العالي كفنان ميعاده جه دلوقتي. وهو شخص لا يصنف لانه هو دمه خفيف كوميديان، وهو في التراجيدي او في الادوار الجاده شاطر جدا. ف شاطرين قوي. انا لسه ما كملتوش. شفت ايه تاني؟ شفت فيلم متاخر انا عليه قوي وفيلمين. الاول قبل الافلام ما شفتش مسلسلات تاني خالص؟ لا لسه ما كملتش يعني. انما دي من الحاجات اللي لفتت نظري يعني. اوكي. اللي هو حكايه نرجس يعني. في فيلم اسمه سيكو سيكو
سيكو سيكو طبعا ده قديم. طه دسوقي وعصام عمر. انا ما كنتش شفته، انا شفته لسه شايفه امبارح. انا استمتعت بالفيلم ده جدا وضحكت من قلبي، وهم ممثلين لطاف جدا طبيعيين ولذاذ جدا جدا، انبسطت منهم والسيناريو كان حلو. والمخرج المهندس عمر المهندس حقيقة عنده تكنيك في الشغل في الفيلم ده، يعني عمل تكنيك مخصوص للفيلم ده، عجبني جدا جدا. شفت فيلم تاني بقى كمان من الافلام اللي عجبتني جدا، فيلم اسمه وفيها ايه يعني، اللي هو بتاع ماجد الكدواني وغادة عادل. ده فيلم مسني جدا جدا. ماجد الكدواني ده يعني مش عارف اقول فيه ايه بصراحه، يعني ممثل سهل ممتنع كده، عامل زي الدكتور يحيى الفخراني كده. يعني استاذ يحيى الفخراني لما بيمثل تلاقيه بيقول الكلام من جواه كده كانه مش مكتوب. ماجد كمان ايماءاته وسكتاته وكلامه طبيعي قوي قوي. غادة عادل متألقة طول عمرها، ولو اني انا بلومها انها كسولة جدا، كسلانة قوي قوي، ومع الناس وهي زي القمر بتحب تشوفها وحلوة وقريبة من القلب. وانا بدأت معاها كنت في قلب ميت مع سينرجي، ونفسي نشتغل مع بعض تاني يعني. وبرضه نفسي ابقى بشتغل مع حمزة العيالي لانه ممثل. يعني انا اشتغلت مع ريهام في الزيبق، كانت طالعة مراتي. انما الحقيقه انا مبسوط قوي من في طفره حلوه حاصله يعني. طب وايه اللي ما عجبكش؟ لا ما شفتش لسه عشان ما اقولش يعني، ما وحتى لو في حاجه ما عجبتنيش. انا عارفه ان انت صريح بس في الحته دي مش هبقى صريح، يعني لو في حاجه ما عجبتنيش مش هقدر اقول، لان زمايلي اللي بيشتغلوا. يعني في حاجه شفتها وما عجبتكش مش هتقول؟ لا، في حاجات تابعتها على السوشيال ميديا وفي حاجات شفت منها اجزاء ما انبسطتش بس وخلاص. يمكن لما تشوف العمل كامل تتبسط. ماشي يعني. بس انا برضو عندي ترمومتر من خلال حرفيتي للشغلانه يعني. أكيد. بقدر احس الموضوع ماشي ازاي. اكيد. يعني في حاجات ما عجبتنيش، وتصريحات مش حلوه ما عجبتنيش يعني، ما انبسطتش حقيقه. تصريحات زي انا نمبر 1 وانا لا انا مش هقول ماليش دعوه نمره 1 وانا الاول. اوكي ما تحاوليش. في تصريحات ما عجبتنيش. اوكي. وكلام ومواقف هم اكبر من كده بكتير. الناس انها تبقى بتتكلم في حاجات كده وبتاع، لا يعني لازم الناس تاخد بالها وتفكر في شغلها كويس وتركز كويس في شغلها وتشوف العيوب فين وتصلحها. يعني انا بحب اتفرج على شغل ليا، انا بقعد ادور على الاخطاء علشان اصلحها بعد كده. ده المهم يعني. صح. دي حاجه مهمه جدا. صح. طب شريف، لو رجعنا لورا بقى شويه كده للبدايات، دخولك التمثيل جه ازاي؟ والله انا كان طموحاتي كلها موسيقيه، وكان نفسي ابقى بعمل فرقه بيج باند كبيره عباره عن كمانجات والات نفخ وتشيلوهات. انت بدات الدرامز قبل التمثيل؟ طبعا من زمان. بلعب درامز من زمان. الهوايه كانت موجوده. وبدات تكبر معايا. وبعدين عم صلاح جايين بقى واحنا في مبنى الاهرام، المبنى العريق ده، هو اللي ساعدني في الموضوع ده. انتوا كنتوا اصدقاء؟ جدا جدا يعني، فتره طويله. انتوا فرق سن كبير. بس هو بيعرف ازاي ربطتكم الصداقه دي، بما انك فتحت الكلام عن يعني. بهاء كان صاحبي جدا. بهاء جايين، وتعرفت من خلاله على عم صلاح، وهو بقى كشخصيه اكتشفت ان هو بيعرف يتعامل مع كل الاعمار يعني. يعني بس انت كنت مفضل عنده برضه، من الناس المتميزه شويه يعني. كان عنده كذا حد كده في حياته بيحبهم، احمد زكي، سعاد حسني، العبد لله يعني. كان شايف فيا موهبه انا ما كنتش شايفها. وانا افتكر ان انا لما كنت قاعد قصاده وهو على المكتب بتاعه في بيته، كان قاعد بيرسم الكاريكاتير اللي بيعمله كل يوم في الأهرام. في الاهرام. فكان قاعد بيشتغل وبيكلمني عمال يرسم، فكنت دايما ابص على وشه الاقيه وشه بيعمل تعبيرات بعرف هو بيرسم ايه. أوكي. يعني لو حد زعلان تبص تلاقيه بيعمل كده، وبعدين تبص تلاقيه عمل كده، تبص تلاقيه ايه شغال مع اللي ايده بتعمله.
هو اقنعك انك تمثل او قال لي اقترح عليك كده. او شاف فيك انك ممثل؟ انا بكلمه يعني على انت عرفته على انك موسيقي. يعني وكده، وصاحب ابنه جدا وكده وهو قال لي بعد ما عرفني شويه بقى، قال لي انت هتمثل؟ قلت له انا ما اقدرش، ما بعرفش. قال لي في ناس بتبقى عندها موهبه وهي مش عارفه. وانا فاكر حتى كان ماسك القلم في ايده كده، وقام قال لي انا بعرف اكتشف المواهب اللي عند الناس اللي ما بتبقاش شايفاها، انا ببقى شايفها. قلت له تمام. ومن هنا بدات الرحله يعني. بس انا بعتبر نفسي من المحظوظين جدا 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 في جيلي، يعني اللي انا باقي منه، يعني ان انا شفت في البيت ده قامات كبيره، يعني استاذ يوسف شاهين، سعاد حسني، احمد زكي. الناس دي كانت علاقتي بيهم كانت قويه، يعني كان عم صلاح ساعات يقول لي ايه، روح هات سعاد من البيت، كنا نروح الزمالك. هي انا فاهمه انه استاذه الراحله الكبيره طبعا سعاد حسني كان في شغل بينهم، كان في حاجات كتير وانا كنت موجود بقى في الحاجات دي يعني. بس انا اللي مستغرباه انه انت صغير قوي عليهم. كنت بتفرج زي مهبول كده يعني. لما بشوفهم بيتكلموا في يعني مثلا شفيقة ومتولي وهو بيتعمل هو وهي وهو بيتعمل، فوازير نيلي وهي بتتعمل، وكان عنده اباجوره قد الميكروفون ده كده صغيره جنب المكتب، وهو كان بينام على شيزلون كده، فيقوم من النوم يقوم ماسك اي حته ورقه يكتب فيها تتر مثلا اللي هو فكر فيه. فانا عاصرته في الحاجات دي، شفته. هو شخصيه خرافيه يعني، ما طفل وراجل كبير وشاب وكوميديان وتراجيديان، لكن شخصيه لا تعوض بصراحه. اكيد يعني. اكيد الواحد بيبقى بيحس انه محظوظ لما يبقى تتاح له الفرصه انه يقرب من الناس العظيمه. وهو اللي شاور لي على السكه، ورحت معاه فنون مسرحيه وبدات بقى اخش اشتغل يعني واذاكر. كنت في نفس الوقت بلعب مزيكا وعلى مستوى حبيت بقى الموضوع لما دخلته ولا كان صعب شويه عليا في الاول، وبعدين بدات امشي في الموضوع، فبدا يشوفني ان انا كويس يعني. وكان بيطمن عليا من وقت للتاني من الدكاتره اللي بيدرسوا لي في المعهد، كانوا بيقولوا لا هو شاطر وكويس وكده. وبدات يعني بقى في اول عمل اللي هي كان رحله المليون. هم يعني برضو في حاجه لازم ما اقدرش ما اقولهاش، يعني هو كان خيره عليا في حاجات كتير قوي، بس الحقيقه دخولي للوسط وبدايه طريقي الفني انا اللي عملته لوحدي. يعني من خلال المعهد ترشحت لرحله المليون مع الاستاذ محمد صبحي، ودخلت اشتغلت وبقى بدات الحكايه تمشي يعني من الوقت ده يعني. اكيد. صلاح جاهين طبعا شجعك، حد تاني شجعك؟ وهل في حد تاني اعترض قال لك ما؟ ابويا اعترض. يعني ابويا الله يرحمه قال لي التمثيل ايه وتخش انت هتبقى بتقبض كام ولا بتعمل ايه وده مشوار انت ما انتش قده. وهو كان طموحات ابويا ان انا يدخلني كليه شرطه، بس انا كنت قلت له انا دماغي كلها فن مش هينفع يعني. وفعلا هو كان معترض، بس لما ظهرت قدامه بقى على التلفزيون وهو كان قاعد بقى يتفرج عليا، يقول لي يبص كده على التلفزيون يبص لي يقول لي مش مصدق، انا مش مصدق. وكان براود بيا جدا، كان فخور بيا جدا، وكان سعيد جدا بيا يعني كده. والحمد لله لغايه ما وصلت بقى لكده. بس من البدايه وانا واعي ان انا ما رطرطش نفسي، يعني الموضوع ده كنت واخد بالي منه بشكل فطري كده، ان انا مش عايز ابقى طول الوقت بشتغل كده. يمكن اللي ساعدني في كده كنت بلعب مزيكا برضو، فكان يبعدني عن التمثيل شويه لغايه ما تجيني حاجه كويسه. وطول عمري بقى يعني بيكي. بحب بيكي قوي، بحب تختار كويس. اختار ايه اللي انا هلعبه. ما عملتش حاجه ندمان عليها او حسيت مش ندمان عليها عشان هي وحشه، ندمان عليها ان هو يعني انا اضطريت اني اخدها مثلا، او حد جاملت حد او رحت عملت طبعا حاجات كنت بروح اعملها وانا مش مقتنع، كنتش مبسوط، بس كان خواطر لناس. والموضوع الخواطر ده ما بقيتش اعمله بقى خلاص،
لان ده ما بقاش على حساب نفسي. مثلا كنت بروح الاوردر وما بقاش مقتنع باللي انا بعمله قوي ومش حابه قوي، بس يعني لازم اعمل كده. بس بعد كده بقى خلاص تنبهت، بقيت اعتذر. يعني جالي وقت كنت بعمل ضيف شرف في اوقات ما بقيتش اعمله الا بقى يعني مثلا في الممر اروح اعمل ضيف شرف، السرب اعمل ضيف شرف. في الحاجات دي ممكن يعني فيلم بس ده ضيف شرف في عمل كبير والدور نفسه كان ليه تأثير جدا. بس هو ده اللي بقى يعني هو الظهور اصلا بتاع شريف منير بالبدله الضابط في السنترال كنتوا فده كان يعني لا بس انت متابعه كويس، شاطره قوي جدا. شفت لا يعني طبعا كان مهم جدا ان انا في حاجات لازم تعمل. يعني شريف عرفه لما يبعت لي وعامل معاه اولاد العم ويبقى عايزني كضيف شرف هنا، ببقى عارف ان الشريف عايزني لحاجه مهمه، عارف وحاجه كويسه، فببقى وانا مغمض بروح. لازم نتكلم على اولاد العم ده. يعني انا بجد يعني ضابط الموساد اللي برضو زي محمود عزت كده، مش هقول برضو نتعاطف معاه ولا حاجه، بس يعني شخصيه يعني الواحد ما اتضايقتش منها. يعني كنت طول الوقت عايزه ان منى زكي تحب جوزها وترجع له واولادها، وان هو او يمكن عشان هو كان بيحب مراته بجد، ولو انتوا كنتوا بتضحكوا علينا مش عارف. لا في حاجه يعني انت هو يا زي ما انا قلت هو يعني ممثل احنا شخص بنحبه فهل يعمل بقى الحاجات دي؟ هو ده التأثير، انه انت بتحب الشخصيه اللي هي الممثل، مؤثرة فمش عايزاه يبقى وحش او مش عايزاه يتقبض عليه. بس هو بقى الشخصيه بقى اللي بتتلعب لازم يتقبض عليه ولازم ياخد في الاول طبعا في الاخر بقى قلنا لازم يموت. لا في ولاد العم طبعا دور من الادوار اللي هي من المحطات المضيئه في حياتي جدا، وهادي ومش باين عليك. وبالمناسبه هو يعني انا رشحت للدور ده، كان الدور ده ليه ترشيحات تانية خالص. يعني كان كريم هيلعب الدور ده، واحمد السقا كان هيبقى هو دور كريم اللي هو ضابط المخابرات المصري. وبعدين كان احمد في الوقت ده بيلعب ابراهيم الابيض، فما كانش فيه وقت. فلما شريف عرف افكر شويه مع الاستاذ هشام عبد الخالق المنتج، قالوا الاسم، فشريف قال ليه لا. قابلني شريف واحنا تربطنا صداقه قديمه جدا من زمان انا وشريف. يعني في اولى اعدادي لثالثه اعدادي احنا في ديسك واحد انا وهو. فبس ساعات الواحد بيبقى صاحبه قوي قريب منه، بس تبص تلاقيه قريب منه كده بس بيبص من وراه، يعني يقول لك مين اللي يلعب الدور؟ طب ما انا جنبك انا اللي معاك. بس هو ما كانش متنبه يا فندم. بتحصل كتير قوي. بتحصل في اسماء كبيره. يعني تبقي قاعده حيرانه مين يلعب الدور، ويبقى الحد ده جنبك قاعد جنبك وبتكلميه كل يوم في التليفون بس مش جاي في بالك في الحته دي. فهو شريف لما بعت لي قال لي دور كذا 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 هتخاف؟ قلت له لا ما بخافش انا والكلام ده، انا تمام يعني. فلما قريت الدور لقيت دور زي كده بالظبط على اسم جهه امنيه، يعني دور جالي كده، ده دور يدفع عليه فلوس. يعني هو الطرف الاخر في الصراع قدام الاستاذ عادل امام. ما انا هنرجع للاستاذ عادل امام، بس اولاد العم تاني واللغه العبريه، وانك انت في الاول موهتنا كده ان انت شخص جميل وهادي وطبيعي، ويطلع بعد كده ملحقش ده هو يا دوبك. ايوه بس وبعدين فجاه البنت صحيت لقيت نفسها في تل ابيب. يعني طبعا احنا ما صورناش في تل ابيب لان في ناس كتير عايز تعرف احنا صورنا فين. يعني شريف عرفه لما دخل على جوجل بقى وبدأ يعمل ريسيرش على الأماكن القريبة من شكل تل أبيب، فلقى أن اليونان كيب تاون في جنوب أفريقيا بعيدة. أقرب حاجة بعيدة طبعا، أقرب حاجة للشكل تل أبيب. وعشنا هناك شهر وأنا بيبقى عندي هوم سيكنس. أنا ما أقدرش أبعد عن مصر أكتر من أسبوع بالكتير، مهما كنت في جنة بره ما أقدرش، عايز أرجع.
ما بقدرش. ايوه ببقى قلقان وبكتئب بقى وعايز ارجع بقى، مش قادر. فقعدت الشهر ده يعني ربنا اللي عالم بيا يعني. اصل الشهر ده كتير قوي. ها كتير ما عشان كده المفروض انه بقى مع الشغل تنسى بقى. لا، ما انا متعامل بقى حاجه تانية بقى. يعني كان في عندي ايام ما فيش فيها شغل. ايوه. فخليت العربيه بتاعت الانتاج تنزلني الاماكن اللي فيها محلات المزيكا. فقمت رايح مشتري درامز جايبه في البيت عندي، في البيت اللي انا قاعد فيه. بقيت الايام اللي بشتغلش فيها بقعد العب مرن بتاع، كنت بسلي نفسي وبطبخ ايوه وكده. حلو. سليت نفسي في الفتره اللي انا قاعد فيها دي. وبعدين الدور بقى يعني برضو لما بتشتغلي مع مخرج واعي فاهم وعايز ايه. طبعا شكل الاكشن كان مختلف. وكريم عبد العزيز ده حته بونبونايه بالنسبه لي، ده حبيبي ده من النجوم المتواضعه، تحسيش بوجوده. لازم تحسي بوجوده في الهزار والضحك واللذاذه، انما ما فيهوش حته انا النجم انا النجم انا هو موجود زي الناس كلها وبيخش زي الناس كلها ولطيف مع الادوار الصغيره والكبيره وكل حاجه. فانا بحب كريم يعني الحقيقه يعني. والسقا نفس الحكايه طبعا. فدول حبايبي يعني. فكريم في كيمياء حصلت ما بيني وبينه في الفيلم ده استثمرناها في الزيبق. لما عملنا الزيبق بقينا نعمل شغل كويس مع بعض يعني جدا. وربنا يسهل نعمل الجزء الثاني بقى ان شاء الله. منتظرين يا رب يا رب. نرجع بقى العريس من جهه امنيه. انت بقى طبعا عايزه اقول يعني انك انت اشتغلت مع الاستاذ عادل امام، وزي ما تقول كده تات الدور الرئيسي فعلا قدامه. ده حقيقي. كان ايه بقى يعني ذكرياتك معاه ايه واخباره ايه ذكرياتي احنا استمتعنا بالفيلم، وهو لحد امبارح اهو بنتفرج عليه بيتعرض. لازم عريس من جهه امنيه الفيلم لازم يتعرض، لازم الناس تتفرج عليه. هو مؤثر جدا جدا جميل للاسره المصريه وخصوصا للاباء. يعني الاب اللي بنته هتتجوز دي بيبقى لمسه قوي الموضوع يعني قوي والله. والامهات بس دايما البنت حبيبه ابوها يعني طبعا فاهمه. فبيأثر فيه انه حاليا بتتاخد منه وهتروح لحد تاني وهتمشي وبتاع. ده احساس بيبقى مؤلم بالنسبه للاب يعني. جدا. وفي الناحيه التانية حد برضو بالظبط يعني. فالفيلم ده الذكرى الواضحه جدا معايا في الفيلم ده ان انا كنت في الوقت ده تاكيدا لكلامي ان انا بحب اختار شغلي. كنت بقالي سنه مش لاقي حاجه او سنه وشويه ما فيش حاجه عجباني وما بشتغلش. وبدات بقى تحصل لي وعكات ماديه مش لطيفه، عندي مسؤوليات وعندي حاجات ومش عارف اعمل ايه ومش قادر اشتغل علشان اروح امضي واخد فلوس. مش قادر اعمل كده. كنت حاله اكتئاب رهيبه. وبعدين جالي عرض في مسرح البالون لمسرحيه استعراضيه. وانا الحقيقه ما اشتغلتش قطاع عام ابدا، انا بشتغل قطاع خاص طول الوقت. وبعدين احساسي في القطاع العام ان هو العرض بيبقى لمده شهر او 2 وبعد كده بيتشال، يعني ان في عرض تاني لازم ينزل. انا لما بشتغل حاجه قطاع خاص تقعد 2 و3 وكده وتبقى ناجحه يعني جدا. المسرحيات اللي عملتها طبعا كانت مسرحيات ناجحه يعني. حزمني والاباندا وكده اوكي والحاجات دي كلها لغايه النهارده مرتبط بيها الناس. فشكلي خلاص هوافق، مضطر يعني لازم اعمل كده خلاص. ما في يعني الدنيا بايظه. فكان عندي ميعاد في يوم الساعه 9 بالليل اروح يتكلموا معايا في المسرحيه ويدوني العقد اقراه علشان امضيه. فميعادي الساعه 9 بالليل في البالون. فكنت عند صديقي عمرو عرفه، اخو شريف عرفه مخرج برضو، قاعد في المكتب ومتضايق ونازل رايح المشوار ده غصب عني ومش مبسوط. بعدين نزلت من مكتب عمرو، انا ماشي في شارع كده المفروض ده بيودي على البالون. فوانا نازل رايح اخد العربيه لقيت جالي تليفون من رقم مش عارفه. فرديت الو ايوه يا شريف. ايوه يا فندم انا عادل امام. قلت له احنا مش هنهزر يعني. عادل امام انت هتكلمني انت هتقعد تعمل عليا فيلم بقى وعادل امام هيكلمني ليه اساسا يعني ويعرف نمرتي منين يعني. قال لي انا عادل امام اهدى شويه انا موجود في المكتب بتاعي
فوق بنت السلطان مهندسين. في الدقي في المهندسين. فانا عارف فعلا المكتب بتاعه هناك. قال لي تعالى لي بالون كده مكتب الاستاذ عادل كده. فانا بدل امشي كده مشيت كده، واختلفت الحياه. هايل. يعني ده نصيب ورزق ربنا بيبعته في توقيت كده معناه ان الاستاذ عادل امام هو اللي اختارك للدور ده. جدا يعني، مع طبعا مع المخرج علي ادريس ومع المنتج اخوه استاذ عصام امام، شجعوا جدا الموضوع. فما دخلت له المكتب لقيت على المكتب عنده السيناريو محطوط. فقال لي بص انت هتلعب معايا دور احنا بنطلع عين بعض. استاذ اطلع عين حضرتك ازاي يعني؟ ده انت حبيبي من ايام الجيزه. برافو عليك. فقال لي خد السيناريو اقراه بكره ترد عليا. انا بقى فلاش باك بقى مثلا حوالي 7 سنين 8 سنين كان جاني فيلم مع الاستاذ عادل امام اسمه المولد، وجاني دور لما قريته ما انبسطتش يعني. قلت لهم لا ما يشبعنيش يعني، ما يشبعنيش انا اشتغل قدام الاستاذ عادل امام في دور صغير زي ده، مش هقدر يا ابني، ده الاستاذ اللي عايزك. معلش مش هقدر. واعتذرت. سنين بقى عدت وجالي عريس من جهه امنيه، رحت البيت قريت السيناريو. بعد ما قريته قفلته متنح انه ده الدور جامد جدا، ده انا اللي قصاده حقيقي. فما رحت له تاني يوم قال لي قريت؟ قلت له قريت. قال لي ها؟ قلت له عندي اسئله. قال لي اتفضل. قلت له الفيلم ده هيبقى اسمه كده زي ما هو؟ قال لي اه طبعا هيبقى اسمه كده زي ما هو. قلت له اصل الفيلم ده باسمي. قال لي طب وايه يعني؟ طز فيك بس انا عادل امام. دي ثقته في نفسه طبعا، عنده ثقه في نفسه رهيبه طبعا، حقه. طيب المشاهد اللي بيننا هتفضل كده؟ قال لي لو اتشال منك حاجه هيتشال مني انا كمان، لان شغلنا مع بعض اغلب الوقت. قلت له طيب خلاص انا موافق. مضيت، بدأنا الفيلم، اشتغلنا. فيلم عدى زي النسمة كده، ومن اليوم ده حصلت علاقة جميلة بيني وبين الأستاذ عادل إمام. بقينا أصحاب بقى، بنشوف بعض طول الوقت بقى، طول الوقت. فدي ذكرى كويسة جدا حصلت في الفيلم ده يعني حقيقة. ذكرى كويسة وبتاعنا كمان محطة حلوة قوي في حياتك. جدا طبعا. يعني فيلم معمول شوي من كام سنه، ما اعرفش من كام سنه، ولغايه النهارده لما بتعرض الناس كلها بتحب تتفرج عليه. حقيقي جدا. فالحمد لله تبقى حاجات ليها علامات يعني. اكيد. شريف، لو رجع بيك الزمن تاني قبل ما تقابل استاذ صلاح جاهين، هتختار تبقى شريف النجم ولا شريف انسان عادي دلوقتي؟ لا، وانا بسألك. ما كنتش هقدر اشاور على الطريق اللي اختاره الاستاذ صلاح، كان هيبقى بعيد عن دماغي خالص. كنت هبقى بفكر في المزيكا، اخش كليه عاديه بقى بس ما كنتش هخش شرطه، لانه انا مش عايز حاجه تبقى مكتفاني. كنت ممكن اخش اي كليه تانية وهفضل العب مزيكا وخلاص، وتبقى حياتي انا شخص عادي. يعني ايه مش عايز حاجه تبقى مكتفاني؟ يعني الشرطه لازم بقى، الكليه دي الاسبوع كله هبقى في الكليه، بنزل خميس وجمعه بس. بعد ما اتخرج يعني تكتيفه الكليه نفسها، الالتزام بالموضوع ده. وبعدين كنت هبقى ضابط شرطه خايب، لان انا الناس بتصعب عليا، فهتلاقيني يعني بقول له طب معكش رخص؟ طب روح ما تعملش كده تاني. بس ده هيبقى ده كبير اللي هقدر اعمله يعني، او ما اعرفش ساعتها هبقى عامل ازاي يعني. وعموما انا برضو عايز اقول بالمناسبه، كلية الشرطة وقطاع الشرطة دلوقتي بقى حاجة تفرح جدا. يعني أولا مطلع جيل جديد كويس قوي، دماغ متحضرة جدا. أنا لما بشوف مشكلة حصلت على السوشيال ميديا بالليل بتبقى خلصت وفي يعني بيان بيطلع كمان بقى دلوقتي، في بيانات بيردوا على يعني أي حاجة. الناس صاحية واليرت قوي ومفيش حد بيعدي 24 ساعة عليه إلا لو كان عمل حاجة بيتجاب. خلاص الموضوع خلص.
وبستغرب من الناس اللي هي بتعمل اخطاء رهيبه وبتتخانق مع بعض، او حد بيتعرض لحد وهو بيبقى بيتصور ومش همه. انت هتتجاب. حقيقي ما بتجف تخلي الدنيا ساعتها. تبقى حلوه ولطيفه والدنيا تبقى هاديه فبقى الحقيقه يعني بقى في سيطره على يمكن دي مشاحن من من ناحية مميزات السوشيال ميديا، انه الحاجات التصوير أكيد ده كمان. اكيد. لا والجيل الجديد طالع بشوف في الكمان ظباط محترمه قوي جدا ولذيذه جدا، قوي. وشباب وطبعا يفرحوا. القدام ما اقدرش انكر لا. ان هم كانوا طبعاً. خبره وكده، طبعا. بس الاتيتيود اتغير، الدنيا اتغيرت، الجيل الجديد اللي طالع زي اي حاجه في اي قطاع الدنيا بتتغير يعني. طبعا اكيد. فكنت هبقى انسان عادي في الاخر. يعني ولا ظابط ولا ممثل؟ لا كنت هبقى درامر، وهبقى في وقت من الاوقات ببطل درامز واشوف بقى اي بيزنس تاني بعمله علشان حياتي تمشي واعيش وكده وخلاص. بس انت ما بطلتش درامز؟ لا لغايه النهارده انا عندي بروفا كمان شويه. طيب ايه الدور اللي حسيت انه نقطه تحول حقيقيه في حياتك؟ لا ما هي ادوار. يعني زي ما قلنا محطات كده. يعني لما عملت مثلا بدايه رحله المليون ده الزهوري، محطه المال والبنون، محطه تانية ليالي الحلميه، محطه ثالثه عريس من جهه امنيه، محطه رابعه ولاد العم. دي حاجات كلها ما بقاش ليها دعوه بقى. يعني لو خدنا الكاركترات دي كلها، غاضبون وغاضبات دي من الاعمال اللي بحترمها جدا وبحبها جدا. 15 شخصيه مختلفه. فلو جبت من كل عمل بعمله من المتميزين دول صوره ليا حطيتهم جنب بعض، هتلاقي ده ملوش دعوه بده، ملوش دعوه بده. واخيرا محمود عزت في رأس حقيقي، وكلهم فعلا علامات وما يقلوش عن بعض ابدا. لا كلهم خالص. يعني تيرنينج بوينتس موجوده في حياتي، او نقط تحول في حياتي. حقيقي. انا بس سالت سؤال، قلت يمكن انت شايف انه هو ده بالنسبه لك انت كشريف، احنا ما نعرفش ان هو عمل لك تحول. لا بس في ادوار محببه لقلبي. زي يعني مثلا الزيبق من الادوار المحببه جدا لقلبي. اجازه مفتوحه من الادوار المحببه جدا لقلبي. مثلا راس الافعى من الادوار المحببه جدا لقلبي، لان دي تعتبر نقطه تحول في حياتي. شخصيه ما كنتش بفكر ان انا العبها في يوم من الايام. يمكن عشان دي ادوار وراهم رساله برضو، او في هدف منهم. بعد كده ببقى عرفت، انما وقت ما بعملها بقول انا بعمل حاجه مختلفه. انما يعني تزامن مع راس الافعى نشاطات للامن الوطني في القبض على علي عبد الونيس، التعامل حقيقي. مع الجهات اللي بره. بداوا يتكلموا على نشاطات الجماعه، الاختلافات اللي حصلت والانشقاق اللي حصل جوه الجماعه، وبداوا يتكلموا على بعض ويقولوا عملوا وفلوس راحت. انا قلت جمله جوه المسلسل لما مهران بتاع ده المساعد بتاعي خدني علشان بقول له في دواء ناقص، فبيقول لي الدنيا صعبه، الشوارع مكسره، الناس ماشيه مكتئبه. فهو قال له طب اساعدني، عايز اروح اتفرج. فبدا يحس انه هيتكشف، فبيضحك عليه. ده نوع من عدم المصداقيه بينه وبين القياده بتاعته. لما نزل لقى الشوارع واسعه والناس ماشيه مبسوطه فاحبط. فجاء قال له انت ضحكت عليا، فلوس الدعم اللي بتجيلكم بتروح فين؟ بتسرقوها؟ بعد كده بدأنا نعرف في الحقيقة ان في ناس خدت فلوس تبرعات، وفي ناس عايشة مرفهة في تركيا وعندهم بيوت وعندهم عربيات، وافراد الجماعة اللي بيتعبوا ومتبهدلين مرميين في الشوارع. وساعتها حتى امير كرارة لما في التحقيق بيقول لي ولادك علاقتهم ايه؟ فقال له لا، ولادي مالهمش دعوه، ولادي بره. اب بقى ظهر هنا انه مش عايز حاجه تقرب من ولاده. فقال له يا سلام، يعني انت ولادك اللي على راسهم ريشه، يعني اللي هم بعيد عن كده، وبقيت افراد الجماعه هم اللي اتبهدلوا. وده حقيقي. هم كانوا يعملوا الحاجه
ولو حد اتكشف يقول لك ما نعرفوش. دي حقيقه كانت بتحصل. طبعا. يعني احنا مش بنألف يعني. طبعا. طبعا، ما هي دي كلها حاجات حقيقيه. طبعا. تختار ادوارك ازاي، بعقلك ولا بقلبك؟ يعني ايه، لما بيكون عندي سيناريو ببقى حد مكلمني عليه في الاول، يعني يقول لي الفكره العامه، فلو لقيتها قريبه من جوايا كده اقول له طب اديني سيناريو اقراه. في حد ممكن يقول لي في سيناريو هبعته لك اقراه وقول لي رايك ايه، فحطه على الترابيزه كده وافضل رايح قدامه جاي بالاسبوع 5 ايام، تلاقيني مش حاسس من غير ما اقراه. دي حاله كده هي بتحصل لي كده، ده غلط يعني، لازم اشوف الاول عشان اقول او لا. بس طالما انا من جوايا ببقى قافل كده، من الاول بقوم معتذر عنه واقول له انا ما قريتش بس مش قادر. يبقى بقلبك بقى. ده في وقت لما بقرا شغل متقال عنه وعجبني في الفكره اللي اتقالت لي وابدا اعيشه، بيبقى قلبي وعقلي مع بعض، واحط نفسي مكان المشاهد، هيعجبه كده ولا مش هيعجبه، فبلاقي نفسي متشجع فبكمل. وبعدين وقت القرايه بتاعتي لما بقعد اقرا بقعد وقت طويل، اقطع شوط كبير بعرف انه شدني. فبشوف كده بقى. ازاي بتتعامل مع النقد وبتسمع لمين؟ بصي بقى. ايوه. موضوع النقد ده دلوقتي ما بقتش شايف حد زي الناس اللي انا اتربيت على ايديهم. متربي على ايد ناس كبيره يعني قوي. الاستاذ سامي السلاموني الله يرحمه، الاستاذ احمد صالح، ناس من الموجودين كتير كانوا في الوقت ده النقاد اللي هم اتفرجوا على سينما بجد بيحللوا سينما بجد. انما دلوقتي لا بقيت شايف ناس بتجتهد من الجمهور العادي بينتقد في فيديو وبيقول كلام بحس لحد ما هو مش مدروس، كلام مش مدروس، لان يعني النقد ليه دراسه طبعا. وليه قسم موجود في معهد فنون مسرحيه وفي السينما. اكيد. يعني نقد مسرحي ونقد سينمائي ده دراسه. فانما الناس بفطرتها بتقول الايقاع هنا كان ايه، الدور ده ما وفقش فيه في كذا، كان كويس قوي في الدور ده، والناس بتجمع على كده. انا ما بتضايقش من ببقى حاسس ان اللي طلع وصل للقلب فبيعبروا عنه وبيعبروا بشكل بحس انه حقيقي بجد. بس انا نفسي اتفرج على نقاد زي اللي كنت عايش اياميهم يعني. كذا حد كتب من دول عنك يا شريف قبل كده، عمل نقد؟ طبعا الاستاذ احمد صالح كتب. فاكر ايه؟ بصي انا فاكر انه في كلام فيه استحسان، بس ايه بالظبط لا مش فاكر. وكنت لما بقابلهم في الحياه كانوا بيقابلوني بشكل جيد جدا وبتشجيع وخد بالك انت شاطر، انت كنت صغير بقى وكنت ببقى سعيد جدا. طبعا الحاجات دي طبعا اكيد اكيد اثرت فيا، بتاثر وبتدي دفعه، بتدي بوش مش كده؟ طبعا. حسيت قبل كده ان انت عايز تبعد عن التمثيل؟ انا عارفه انه سؤال صعب بس لا خالص. لا خالص. انا التمثيل انا بحبه جدا، بس ببقى ساعات عايز ابعد عنه عشان ارتاح. انما ابعد عن التمثيل. ترتاح ازاي؟ ارتاح من الاوردرات ومن التصوير والتعب، لان انا بدي كل جهدي للموضوع. بعد ما اخلص العمل يعني زي ما خلصت رأس الافعى فضلت بعيد شويه، كنتش برد على حد بقى ولا صحافه ولا اي حاجه ولا عايز اعمل حاجه، لانه انا كنت عايز ارتاح ومش قادر اشوف كاميرات، مش عايز اشوف السيناريوهات، عايز ابعد، عايز انام براحتي واصحى براحتي. دور تعبك؟ طبعا. طبعا تعبني جدا الدور. لا متعب، لا الدور ده متعب. دور بره الدنيا متعب، اللي هي الناس المهمشه اللي بتبقى في الشارع وبتنام على الرصيف وماشي دقنه طالعه وشعره عامل كده ولابس زفت وكده، ويعني تعبت. لا انا تعبت جدا. في ادوار متعبه. ويجا تعبني لانه كانت شخصيه مركبه كده وما انبسطتش منها يعني. كنت بكرهها قوي.
لا تعبت، فببقى ساعات مش عايز امثل لمجرد اخد بريك. انما لا تمثيل لا ما ينفعش. حاسس ايه او عايز اعرف ايه اكتر صفة فيك الناس فاهمينها غلط؟ في ناس بتبقى شايفه ان انا مغرور، وبعدين لما بيتعاملوا معايا يقولوا لي احنا ما كناش فاكرينك كده. امال كنت فاكرني ايه؟ يعني شايفينك شايف نفسك شويه. في ايه يعني؟ ايه الاماره ان انا عملت كده يعني؟ هل مثلا حد قابلني، يعني مثلا بخرج من البيت انا مش ملك نفسي، انا مش بتاعي، انا بتاع الناس. ما بحبش ابقى موجود مثلا حتى وانا في المزيكا، ما باجي اتحرك من عربيتي لغايه ما اروح ورا ستيج عشان اطلع على المسرح واخلص وانزل واروح تاني، بيبقى في ناس بتبقى ماشيه حواليا علشان بتبقى بتاخد بالها. يعني انا ما بحبش الحكايه دي، يعني ما بحبش السكيورتي والبادي جاردز ان هو يعملوا الناس كده. فانا من الاول خالص بقول لهم ما حدش يبعد حد، ما حدش يقول لحد لا، اللي عايز يجي يتفضل. لما بنزل من ماشي في الشارع او واقف في او نازل من مكان وحد يقول لي ممكن اتصور معاك، ما اقدرش اقول له لا ابدا، ما ينفعش. لان اللي عمل كده ده اللي طلب مني ده هو اللي عملني. يعني اعجابه بيا، كنت لسه هقول هو اكيد معجب بيك، بيحبك، بيقدرك. ايوه، هيشوفني فين تاني بعد كده؟ هو دلوقتي شاف الفرصه دي انه شافني، فانا بحط نفسي مكانه. طب انت شفتني دلوقتي وعايز تصور معايا، ما اقدرش اقول لك لا مش هينفع والله. لا، لو انا مش عايز الدنيا تبقى بتتلم بقوم قايل له ايه، طب بص تعالى ورايا في حته هقول لك، بس امشي ورايا. اقوم داخل في حته من الدرايه كده نتصور مع بعض واروح جري على العربيه علشان لو عندي حاجه ما تعطلش. انما ان انا اقول لحد لا مش هقدر، دي بتبقى صادمه وبتزعل المتفرج طبعا. فانا ما احبش. وبقى جبر الخواطر ده حاجه مهمه قوي قوي، يعني عند ربنا بقى حاجه كبيره قوي قوي قوي. وساعات اشوف حد ماسك التليفون من بعيد وبعدين المح الشاشه الاقي الكاميرا مفتوحه، اقول له تعالى نتصور مع بعض. يقول لي بجد؟ اقول له تعالى نتصور. هو مسكت الكاميرا ونتصور مع بعض انا وهو. انا يعني ايه، شلت من الحرج من عليه. هو عايز يقول بس مكسوف وخايف لا يتصدم. طب وانا ليه اعمل فيه كده؟ ده هو انت بتشتغل وبتشتهر والناس بتشوفك، ما دي مميزات لازم بقى تحطها في حتتها بقى. ما تكسفش حد، ما تحرجش حد، خد بخاطره. لو حد شتمني اقول له متشكر قوي ربنا يخليك. يعني مثلا ممكن ابقى بالعربيه ماشي وحد يقول لي ايه، ما تفتح ولا انت شايف نفسك عشان ممثل جاتك اقول له شكرا متشكر ربنا يخليك. فيقوم جاي جنب تاني يقول لي حقك عليا متاسف، اقول له حصل خير. تعرف تتمالك اعصابك للدرجات دي؟ جدا. لانه في ساعات ناس بتبقى عايزه تعمل كده لمجرد يقول لك انا شتمت فلان. بحبط له الاحساس ده. اشتم يا سيدي، الحصاله عندي بتتملي حسنات. ايوه خلاص هعمل له ايه؟ هنزل اتخانق في الشارع؟ هنشد مع بعض؟ هيشتمني فرد عليه فيشتم؟ لا شكرا الف شكر. بس دي من جواك اكيد بتضايق يعني. ساعات بتزعلني واقول له، ساعات اقول له ايه، طب ليه كده بس؟ معلش طيب اللي تشوف خلاص، اللي تشوف بس خلاص كده كفايه. يا اما لو عنده احساس هيحرج، لو ما عندوش احساس هيلوم نفسه بعدين. طبعا لازم هيحصل له كده. لازم يختشي على ده ومش لازم هيحصل له كده. شريف، بعيد عن الالقاب الفنيه وكده، تحب الناس تندهلك ايه؟ والله انا سعيد بلقب اتقال عليا في السوشيال ميديا، وده اسعدني جدا. يعني بيطلقوا عليا بيقولوا المحترم. فدي حاجه بتسعدني، دي بشوفها في الكومنتات، انت راجل محترم، المحترم. لما اكون بعمل حاجه يكتب المحترم. فدي بتسعدني جدا. طبعا حلوه قوي. اكيد يعني واصل للناس انا بتعامل ازاي، فشافوا كده فانا سعيد جدا. انا محضره سؤال انه شريف منير الاب عامل ازاي في البيت. هو حكى لنا شويه عامل ايه، في حاجه تانية تحب تقولها؟ لا، كان في وقت بقى وهم صغيرين كنت شديد علشان ابني ينشف برضو، بنتي تبقى عارفه ان في لا او انما بعد ما كبروا بقى بقول اللي مش عاجبني واقول لهم انتوا احرار.
يعني بس انا انما في حاجات بقى ببقى واخد فيها قرارات. لا ليه لا، هو هيبقى لا يعني لا. انا بسيب لكم حريه الاختيار في اوقات، بس في حاجات انا شايف انها لا. ايه اهم القيم او اهم قيمه او القيم اللي انت كنت حريص ان انت تزرعها فيهم ولادك كلهم؟ لازم يبقوا متواضعين. ما تقولش انا ابن فلان وهم اولادي عمرهم ما بيقولوا انا ابونا فلان. تعاملوا مع الحياه لوحدكم، لو الدنيا زنقت خالص كلموني، انما تعامل. ما تقولش انا ابن فلان بقى، لانه الموضوع ده انا ما بحبوش ابدا. خلي علاقتك كويسه باللي حواليك. خليك هيلبفul، خليك عندك حته المساعده، وانك انت تقدر تقف جنب حد على قد ما تقدر. في اوقات بيطلب مني حاجات انا ما بقدرش اعملها. يعني في ساعات ناس بتبعت لي مسجات وبعد لما بقول لهم مش هقدر اعمل كده بتشتم. يعني لما حد يجي يقول لي ايه من فضلك انا كنت محتاج مبلغ 50,000 جنيه علشان خاطر عليا كمبيالات وعايزه، في اوقات انا ما بقدرش، بقول له مش هقدر. بس على فكره انا شايفه ان دي بقت حاجه لا حتى لا في الكومنتس العاديه في ناس بيخشوا يقولوا دي في حاجات بتبقى فيها نصب طبعا. لا طبعا. انا ده يعني دي حاجه مكتشفه يعني. وانا ما بحبش اعمل كده. في حد يقول لي انا محتاج مبلغ علشان عايز اكمل اشتري عربيه. يعني تشتري عربيه انا ماليش دعوه بالموضوع طبعا. انما لو في حد بيبقى عايز علاج وبجد ومتاكد بعمل. في اوقات ما بقدرش اعمل، ببقى عندي ظروف ما اقدرش اعمل، يبقى عندي حاجات اهم بعملها زي اي بني ادم طبيعي. زي اي بني ادم طبيعي. انما لما بتعتذري الواحد بقى بيقوم بقى ايه، بيشوف بقى بيسمع كلام مش حلو. طيب بس ده بيبقى بيبين انه اللي طالب ده مش كويس. حد مش كويس لا مش او كويس حد طبعا. فيه نصب يعني. يعني طبعا. انا قلت مش هقدر. دي حاجه ما تزعلكش. لان لو هو محتاج حقيقي مش وبعدين بيجي لي كام تليفون، يعني بيجي لي كام مسج وكام تليفون من ده في اليوم. طبعا كتير قوي. بالظبط. ببقى ساعات بيجي لي كومنتات حلوه قوي مطلوب الرد عليها، بس انا ما بقدرش ارد على كل الكم ده لان هفضل قاعد طول النهار في البيت برد. طبعا. مش هينفع. لا. وانا علاقتي بالسوشيال ميديا ما بتعاملش بان انا اقول وارد، انا ببص بتفرج بس. تشات جي بي تي ما عنديش. عندك حد، انا محضره السؤال ده بس بالمناسبه، عندك حد ماسك السوشيال ميديا بتاعتك ولا انت اللي بتحط الحاجه بنفسك؟ لا في حد هو اللي بيبقى عامل، بيبقى بالاتفاق بيني وبينه، اقول له نزل كذا. انا هي واحده اسمها سما، بقول لها سما نزلي كذا، نزلي المره دي كذا، لا الكابشن اللي انت كاتباه ده مش حلو، شيليه حطي كذا. لان ببقى شايف انه اللي اتكتب ممكن يمس ناس معينه. ايوه فخلي بالك. ما بحبش كده انا. نزلي من غير ما تكتبي حاجه. اوكي. لازم ابقى بعمل كده من وقت للتاني. طبعا. ازاي بتوازن بين الشهره وحياتك الشخصيه؟ ما بوازنش. بتعيش عادي، شخص عادي. انا شخص عادي، بعيش عادي جدا في بيتي، بنزل بقابل الناس اسلم عليهم، يبقوا لزاز لطاف، اللي عايز حاجه بعملها له، يتصور معايا وبتاع وخلاص. ولادي ساعات يقول لي بابي في واحد صاحبي اسمه ياسين والنبي يكلمه عشان بيحبك. يا ياسين ازيك حبيبي اخبارك ايه، يعني كده يعني بعمل كده يعني. اسف بضحك عشان بس افتكرت موقف قبل ما نخش نصور لقيتك تكلم حد. ايوه زي كده بالظبط. وانا اللي طلبت. لا هي دي طريقتي يعني، هو ده اسلوبي يعني. بحس انه ممكن الحد ده يبقى مبسوط وسعيد. طبعا اكيد. شريف، ايه رايك في السوشيال ميديا بقى، بما انك انت بنتكلم عنها دلوقتي، وتاثيرها على الفنانين؟ وحش. ازاي يعني؟ زي ما هو في حاجات كويسه بس الوحش بقى اكتر. يعني بقى في ساعات بيبقى هجوم قاسي من الجمهور، من الكومنتس اللي بتتقال. كومنتس بتبقى جرح، يعني ما يصحش. يعني ايه، مش عاجبك الشخص ده ما تخش صفحته. ترويج اشاعات في حاجات ما حصلتش، حاجه حصلت واتفهمت غلط بس الصح بتاعها كده. الناس بتشوف يعني برضو بايه، بيهتموا بالحاجات الملفته للنظر، بتبقى الوحشه. بتبقى بتشدهم اكتر. مع ان في حاجات كويسه ممكن تكون بتحصل.
يعني دي بتبقى حاجه بتبقى متعبه قوي. عشان كده انا لا بقول ولا بتعامل، ما بحبش. واللي بيشتم متشكر جدا، الف شكر. بس انما موضوع مثلا الاي اي اللي بدا يظهر، اللي ظهر ده ولسه هنشوف حقيقي. يعني في كلام بيتقال على لسان الناس ما قالتوش حقيقي. ويبان ان هو اللي قايله وبيتحرك يعني وعادي بالتكنيك بتاع الموضوع. يعني ويحطوا شخصيات مهينه شكلها مش حلو. ما دي حاجه بتبقى وحشه قوي. اكيد يعني اكيد. السوشيال ميديا عماله تتطور بشكل مؤلم ومزعج. يعني بس نخش على اسئله عميقه شويه. هو احنا لسه قدامنا كمان؟ لسه قدامنا كمان. مستعجل على البروفا؟ ها جدا. معلش هنأخرك شويه عشان انت جيت متأخر. نص ساعه متأخر؟ لا جيت ساعه ونص متأخر. طب اوكي ماشي. ايه اكتر حاجه ندمت عليها في حياتك؟ لا مش حاجه واحده، حاجات كتير بجد. ايه اهمها بقى؟ او يعني ان انا مثلا عرفت حد وقربت منه جدا يبقى صاحبي قوي ورقبتي ليه وكده، وبص الاقيه قام خابط فيا في حته تانية مع حد، بتبقى صدمه بالنسبه لي، فندمت ان انا عرفته. اوكي. مثلا ان انا ممكن اكون دخلت شغل وببقى بجامل حد والاقي ان ده مش مقدر، فببقى اقول يا ريتني ما دخلت الشغل ده. اوكي. شخصيات بتبقى شخصيات مرت عليك في الحياه، بتبقى متوقعه ان هم بشكل معين ويطلعوا بشكل تاني، فتبقي ندمانه انك ضيعتي وقت في الموضوع ده. يعني الاشخاص والعلاقات الانسانيه هي العلاقات الانسانيه تفرق معايا جامد جدا. اكيد جدا. شريف وبعدين انا برج الثور عاطفي بجد يعني جدا وايموشنال قوي، واحب ان انا ابقى يعني الناس تبقى فاهمه انا بعمل كده، ما اناش عبيط يعني. طبعا، وفاهمين حدودهم كمان معاك، ده مهم قوي طبعا. وهو لما بيدي ظهره ويمشي خلاص ما بيرجعش. اكيد. انت ايه بقى بالمناسبه دي، ابريل ولا مايو؟ مايو. كام؟ 14 مايو. اوكي. الشهره بتدي اكتر ولا بتاخد؟ الاثنين. بتدي مميزات للفنان ومميزات مهمه قوي، بس في المقابل بتاعها في جهد وتعب، وهو ربنا خلقه كده. يعني ما هو الفنان ده بيبقى عنده تميز غير الناس اللي حواليه. لو كانت الناس اللي حواليه شايفه ان هو ما بيعملش حاجه جامده قوي، طب تعالى مطرحي واعمل، وريني بتعمل ايه. صح. مش هتعرف. اكيد. دي زي بالظبط مثلا النجار ده لما بيجي يعمل اوضه نوم، بتجيبي له الكتالوج، اقول له عايزه اوضه زي دي بالظبط، دي موهبه وبيكسب كويس. طب اقول يعني اشمعنى هو طب تعالى مطرحه جرب. وريني تعرف تعمل السرير ده، تعرف تعمل الدولاب ده. حاجات كتير قوي حقيقي. قيسي بقى على كده بقى حاجات كتير طبعا. المصور عنده عين، كادر بيبقى حلو، تكوين، العمق بتاع الكادر، الباليتة الالوان اللي مختارها اللي بيصورها، الصوره تلاقيها عجبتك قوي. ليه؟ لان هو عنده عين مش اللي عندك انت. صح. هو مميز. اكيد. فالشهره ليها مميزات كويسه جدا. ناس بتجاملك، بتقابلي، بتيجي تسافري بتلاقي ناس بترحب بيكي كويس، لان في عادل امام واحد، في يحيى الفخراني واحد، صح، في منى زكي واحده، مفيش اتنين. منير واحد طبعا. لا طبعا. انا ماليش دعوه بيا. لا اكيد. انا بكلمك انا اللي بقول شخصيات بتبقى متميزه، عشان كده هي اللي بتبقى مشهوره على مستوى العالم العربي كله، ولو اشطر شويه على مستوى العالم كله. واخده بالك؟ في روبرت دينيرو واحد، فلما طلع وبدا يثير الامور على ترامب، الناس سمعته طبعا لانه هو مؤثر. والفنان لما بيطلع في اعلان خاص مثلا بحروق، بذكاء، بكتاب، بيجيبوا ده لانه عنده مصداقيه، عشان الناس بتحبه فتبدا تحس منه فتقوم متحركه. حقيقي. انما بقى الصعوبه في انه الواحد بس ساعات بيتبهدل من كلام، ساعات يبقى مش شغله كتير وضغط عليه كتير جدا جدا، ولازم يتحمل لان دي شغلتك اللي اخترتها.
بالحديث عن منى زكي وذكرت الاسم دلوقتي، شفت فيلم ام كلثوم؟ شفته. وايه رايك في اللي تعرضت له منى زكي؟ يعني دي مثلا من مشاكل السوشيال ميديا، ان الناس بدات تهاجم الفيلم قبل ما ينزل حقيقي. ومحدش كان شافه. يعني محدش شاف الفيلم وبدا يقول فيه كلام مش معقول. طب انت شفت حاجه علشان طب استنى اتفرج وبعدين انتقد بعد ما تشوف. يعني زي مثلا في اصدقاء صحفيين كلموني في رأس الافعى بعد اسبوع من العرض، عايزين يعملوا حوارات. طب شوف الفيلم المسلسل للاخر عشان تشوف انت هتتكلم معايا في ايه. طبعا. انما انت مستعجل على ايه؟ اصبر. فالناس هجمت الفيلم من قبل ما ينزل، وانا عارف ان منى شاطره وهتعرف توصل الشخصيه بشكل كويس. مروان حامد مخرج ليه تقله، مزيكا تصويريه رهيب. فانا عايز اقول انه الفيلم كان فيه مجهود كبير جدا. منى كالعاده ممثله اشطر مما الواحد يتصور. كاركتراتها اللي عملتها مختلفه جدا، كلها متباينه ملهاش دعوه ببعضيها. بتبقى لا هي شخصيه رهيبه يعني، ممثله احب دايما امثل قصادها يعني. اتمنى. انتوا اشتغلتوا مع بعض كذا مره في ولاد العم وكده اوكي. وبدايه منى كانت معايا يعني في كنا في اظن غاضبون وغاضبات. كانت ظهرت معايا في حلقه من الحلقات او حلقتين في بدايتها، بس هي دلوقتي بقت نجمه كبيره جدا يعني. ايوه عرفت تستثمر شغلها وبتاخد ورش لغايه النهارده، تسافر امريكا تروح تشتغل وتتعلم شويه وترجع. بمناسبه الورش عملنا لنا قنبله. بمناسبه الورش بتعمل الحكايه دي يا شريف؟ لا، اكتفيت بس بالمعهد. لا يعني بصي، هو المعهد واجتهاداتي الشخصيه. هنبدا اسئله سريعه. أوكي. هنخلصها بسرعه. التمثيل ولا الاخراج ولا درامز؟ اما انت بتختاري حاجات غريبه جدا. طبعا الاخراج انا بحبه جدا، يعني دي حاجه من الحاجات اللي بحبها، ببقى الى حد ما فاهم فيها. لا بس عندك النيه؟ عندي النيه، بس ما اعتقدش انها هتحصل. التمثيل والدرامز الاثنين ما اقدرش استغنى عنهم يعني. لازم اختار حاجه واحده. التمثيل خلاص، مفيش بروفا بقى. الشهرة ولا الراحة؟ لا الشهرة حصلت خلاص، ببقى عايز راحة برضو في اوقات. انت عملت يعني براعت في الكوميدي وطبعا براعت في التراجيدي. دور كوميدي ولا تراجيدي؟ كوميدي. الكوميدي اصعب. بجد؟ ايوه التراجيدي لو انفعلتي مع الحدث وكده هتأثري في الناس، انما عشان تخليهم يضحكوا ممكن الواحد يبقى مستظرف فيبقى دمه تقيل، فهي صعبه. اذا ما كنتش واثق من نفسك انك هتلعب حاجه تخلي الناس تضحك ما تعملش. اوكي صح، فهي اصعب. انا اختار الكوميدي. اوكي. عمل ندمت عليه وعمل فخور بيه؟ عمل فخور بيه الزبق. ندمت عليه مش هقدر اقول عشان اصحابه هيزعلوا. اوكي. اجرك اهم ولا دور؟ دور الاول. بطولة مطلقة ولا دور مؤثر؟ بطولة مطلقة. بتقضي وقت قد ايه على السوشيال ميديا؟ كتير، لان بس اغلبها بتبقى متابعة سياسة. مثل لنا رد فعل كده لما حد يطلب سيلفي في وقت مش مناسب. او قول لا انهي الاسهل؟ قولي لي، خليك معايا بقى. انا عايزه دلوقتي ممكن سيلفي معاك. طيب يا اتفضلي بس. اوكي. ايه اللي جاي للناس لسه تستناه من شريف منير؟ في عندي مشروعين كده كويسين، بس لسه في التحضير فما اقدرش اتكلم عنهم. دراما ولا فيلم ولا سينما؟ واحد دراما وواحد سينما، بس مش هقدر اتكلم عنهم دلوقتي. منهم السينما توأم. هعمل توأم. هتعمل توأم؟
شوقتنا منتظرين. بيتحضر يعني بتكتب يعني. نصيحة سريعة من شريف منير لأي حد عايز ينجح. بصي انا مانيش الايكون بتاعت نجاح يعني. يعني مش انا الشاطر قوي، انا بيطلع لي بيحصل لي صعود في حاجات وخفقات في حاجات، طبعا اكيد لازم يعني. انما المفروض ان الواحد علشان ينجح لازم يبقى متمكن من اللي هو بيعمله، وواثق من نفسه، عنده ثقة في نفسه، ويبقى اخلاقه عالية مع الناس اللي حواليه علشان يتقبلوا اللي هو هيقدمه، سواء عمل فني او مشروع، او يبقى يعني كده لطيف يعني مع الناس يعني. اوكي، شفت احنا ما خدناش وقت كتير الحمد لله، ونتمنى ما نكونش عطلناك خالص. ميرسي جدا، اسعدتنا، وميرسي على لطفك وصراحتك وكل حاجه. ميرسي يا سالي، وانا مبسوط ان انا معاكي في البودكاست اللي انت عملتيه، وسعيد اكتر ان انا في مبنى عريق زي مبنى الاهرام، والحمد لله احنا بقالنا سنه عايزين نعمل اللقاء ده واخيرا عملناه. الحمد لله. انا اللي بشكرك جدا ان انا كنت معاكي النهارده في البودكاست ده، وسعيد اكتر ان انا موجود في مبنى عريق للمره الثانيه بعد 10 ايام، مبنى الاهرام، لان ده مبنى كبير جدا خرج منه عمالقه، فانا سعيد جدا. والحمد لله ان احنا عملنا اللقاء ده اللي بقالنا سنه بنتكلم عنه، وكنت سعيد جدا. ان شاء الله اشوفكم في حاجات ابقى عند حسن ظنكم فيها، وانتظرونا قريب مع سالي وفائي في بودكاست جديد.